عايز اتكلم على اول مليون جنيه. بتكلم عن 75 مليون دولار في اليوم. هممني قوي السنه دي بيوند تانك ان احنا نوري قصص ناس من السنين اللي فاتت ودخول الشاركس معاهم فرق معاهم قد ايه. لو انا قلت لك قعدت اقول لك اكسترا تخاف، لانه ده معناها ان انت you're an ordinary person، بس عملت extraordinary event. بس بحب اسمع القصه كذا مره عشان اسمع بس اكسترا. لو انت مش بتورك هارد انسى. الخبره هي اما تعرف to get the signals from the noise. راجعين لكم في السنه الثالثه في بيوند تانك مع فودافون بيزنس. مساء الخير عليكم، ازيكم؟ بعد نجاح كبير جدا لشارك تانك راجعين ببيوند ذا تانك السنه دي، وراجعين اقوى واكبر بلايف ايفنت بيحصل من تياترو اركان. النهارده اول حلقه من برنامج بيوند ذا تانك. هنتكلم مع الشاركس اللي عندهم حاجات كتير قوي لسه عايزين يقولوها. هنتكلم معاهم عن المشوار ابتدى ازاي وعن اول مليون جنيه عملوها. هنتكلم معاهم عن التكنولوجيا ودورها في قد ايه عرفوا يكبروا ويعملوا سكيلينج للبيزنس. هنتكلم مع كونتستنتس الشاركس دخلت معاهم وهنعرف برضه عملوا اول مليون جنيه ازاي. النهارده معانا في اول حلقه من بيوند ذا تانك واحد من الشاركس. اول ضيف النهارده هو احمد طارق. ازيك؟ اخبارك ايه؟ كويس؟ كله تمام؟ الحمد لله. اتفضل. اولا احمد اسكندراني يعني فبلدياتي، فبرضه متحيز له جدا وفرحان ان انا بعمل معاك اول حلقه واول طلعه البيوند تانك السنه دي واول انترفيو مع اول شارك، ومش اي شارك يعني شارك قالب الدنيا. عايز اقول لك ان انا في الشهرين ثلاثه اللي فاتوا كنت عامل انقلابات انت في الصيف وكل الناس تتكلم. مفيش قاعده يمكن رحتها ما كانتش الناس بتتكلم عن احمد طارق، مين الراجل ده والشارك والجديد واللي جاي. هنتكلم في كل ده النهارده. اتسالت بس سؤال مهم جدا من كذا حد من صحابي بيسالوك بتدور على عروسه ولا لا؟ اتسالت من بنات كتير جدا وعامل قلبان، حاسس بهذا اللي بيحصل والناس بتتكلم على احمد طارق what do you feel about this? How do you see this? حلو فيه اكتر من الوحش honestly. يعني عارف لما تكون عايز تجيب 3 لعب والثلاث لعب دول انت عارف من الاول ان هم ما لهمش اي لازمه. انا مش غاوي لعب، انا غاوي حاجات تانية خالص. This is how you see it. This is how I saw it from day one. كنت شايف ان انت النهارده هتبقى واحد من شاركس مصر بهذا الحجم. Did you manifest this or saw it at any point ولا لا؟ I did manifest ان هعمل حاجه. I did manifest ان انا جوايا في حاجه مختلفه، وقعدت اربي الحاجه دي اكتر فاكتر كل يوم. وكان اي حد يقول لي حاجه مختلفه عن كده او حاول يحبطني عن كده اكشلي كانت بتعمل فيها عزيمه اكتر ان انا طبعا هوريك ان حاجه مختلفه، وهوري نفسي اكشلي ان انا بحوريك. وتقول ايه لاحمد اللي عنده 20 سنه النهارده بعد 30 سنه من الخبره والحياه؟ انت كنت اذكى بكتير. كنت اذكى بكتير. طبعا 20 سنه كنت اذكى بكتير. ليه؟ اشمعنى؟ اخر 98 بدات البرايفت بزنس بتاعي في سنه 98 اخر 98. فكنت بدعي ان انا كنت محضر فيزيبيليتي ستاديز ومحضر دراسات جدوى ومحضر كل حاجه probably 20 30 مره احسن من دلوقتي. واو. عارف ايه البلان وايه الورست كيس سيناريو، ولو حصل كده هيعمل ايه، ولو حصل كده هيحصل ايه، ولو حصل اي حاجه ممكن يحصل ايه. وكنت بعرضها على الناس كانوا بيبصوا لي كده. اوكي يا حبيبي حاضر. طب حبيبي خلاص بس تشرب عصير. احمد النهارده بيعرضها وانا عندي 52 سنه وبعرضها على نفس الناس، مش نفس الناس as per se نفس الناس، على نفس المواقف ونفس ده. اما اجي اعرضها عليهم وانا ب5% من العلم اللي كنت عندي وانا عندي 20 سنه وعشر التحضير. اما اجي اعرضها عليهم وانا قاعد مع معطل بيقولوا لي واو ايه الافكار الجامده دي. هي مش بيصدقك عشان الكونتنت، مش بيصدقك عشان الفاندمنتالز، هم ما بيخشوش في الفاندمنتالز انف. هم بيصدقوا والله انا محمد عمل قبل كده طياره ونجحت، وعشان كده ممكن محمد لو ما عملش طياره ونجحت ممكن ما كانش كل حد عايز يشتغل مع محمد. البوزيشن اللي انت فيه او الحته اللي انت فيها بتكشف لك حاجات كل الناس هتيجي وعايزه تتلزق فيك وعايزه تبقى لذيذه وعايزه تبقى تشتغل معاك وكل هذا الكلام. بتكشف الناس دي ازاي او بتعرف الكويس من الوحش ازاي؟ الخبره هي اما تعرف to get the signals from the noise.
ودايما بعيش ان انا مش فاهم ودايما بقترح على الناس ان هي ما تعملش فيها نصحة، تعمل نفسها مش فاهمة، مش لازم تعمل نفسك فاهم، لانه كل ما بتعمل فيها مش فاهم اكتر كل ما بيسوق فيها، كل ما السيجنال بتبان اكتر من النويز. اوكي. والنويز دايما بيبقى عالي، والسيجنال دايما بتبقى ويف لينكس تانية، بس بتبقى او ممكن تكون واطيه، فما بتعملش، فممكن تطلع واحد في سيجنال ده بالبني ادمين ده في الاوبورتيونيتيز ممكن يجي لك 500 اوبورتيونيتي قدامك. مع الوقت بتبقى شوف ده في 2 سيجنال هنا حلوين، وفي كل الباقي ده حتى لو شكله كويس وحتى بتاع مش هيودي في حته، از نويز. عايز اتكلم على اول $1,000,000 وهاخدها كريفرنس او كبنش مارك او حته بنتكلم منها من حد. عصامي بدأ من الصفر تماما، وجربت ورحت كوربريت وتعلمت ورحت وجيت وكذا حاجه لحد ما وصلت لحته ان النجاح الاولاني في مصر من حد بادئ من ولا حاجه. معلش هدي لك مثل وهرجع لك تاني، انا اسف هطول عليك في الحته دي. كان في واحد من الناس والدته جات لي في اول مايو وقالت لي هو مش هيخش اخر سنه جامعه، وهو في اخر سنه جامعه وفي جامعه بتاعت صاحب الجامعه هو صديق عزيز، وقالت لي قلت لها اعمل له ايه يعني، مش فاهم انا اعمل له ايه يعني، واحد مش عايز يخش سنه جامعه. قالت لي اقنعه او شوف له هو طريقه. مش عايز يخش اخر سنه، مش عايز يخلص الجامعه، وجامعه غاليه جدا وكده، وجامعه بتاعت حد صديق عزيز هو صاحب الجامعه. ايام ما اشوف له حاجه مع بتاعته قلت لها من مجنونه يعني هكلم ده لو انا صاحب الجامعه وجاء ابني كده عمري في حياتي ما هعمل كده يعني. فقلت لها طب هاتوا لي يتمشى. فالمهم جاي يتمشى معانا، بيتمشى معانا في البيزنس يعني. فكان يوم الاثنين في 6 اكتوبر والمكتب في الاساسي في التجمع، وهو بيتمشى معانا. قلت لها تعالي هاتي يوم الثلاث، احنا بنبتدي الصبح يعني يوم الثلاث عاملينه بنخصصه الهيلث كير، الاربع مخصصين للستارت اب والكور بزنس بتاعي اللي هو الاويل اند جاز لو في حاجه فيه، ويوم الخميس بنخصصين حاجات الفاينانس والفاينانشال ماركتس والميرشنت بانكس والماني ماركت. والمهم قلت هيتمشى معانا، فانا قلت يتمشى معانا اسبوعين 3، وانا طبعا في دماغي هو عنده 20 سنه ما كملش 21 سنه، فهو دماغي دايما هيختار ستارت اب. عندنا مشاريع كتير ستارت اب والشباب هي ريليتس وبتاع. جالي بعد اسبوعين 3 قال لي ايه، انا حابب اختار ايه؟ تعليم. داون ذا رود قال لي هاخد ورث ابويا وهعمل بقى مشروع بيه. قلت له يا حمار، الفلوس ما بتتعملش بالفلوس، الفلوس بتتعمل بفكر ومثابره، وتبقى انت ريسبونسبل، ويبقى انت الناس شايفاك ان بتاع، لان مهما كان معاك فلوس هتبقى معاك فلوس ايه؟ والناس شايفاك ريسبونسبل هتحط معاك فلوس فيها وتثق فيك. النهارده الولد ده احنا مشاركينه في شركه، وادعي ان الشركه دي من الشركات الكبيره في مجال التعليم واللي ليها مستقبل فظيع، وتقييمها متهيألي بارقام كبيره يعني 8-9 ديجيتس، وهو مش حاطط ولا مليم. قال لي على فكره مش اول ما يجي لي ورث انا مش عايز، انا هديه لامي واخويا. انا عارف اعمل فلوس ازاي، ما كملش 21 سنه. انا عرفت اعمل فلوس ازاي في 5 شهور. بقول لك كده ليه؟ عشان انت بتسالني مليون جنيه. انا مليون جنيه، اول مليون جنيه عملتهم في 99، في سنه 99، في اخر 99، وعملتهم كنت عندي توكيلات مكن، وكان برضو اللي هي الموضوع اللي هو التوكيلات دي ناس بتاخدها ورثاها، اللي بياخد توكيل ده يعني يروح يشتري التوكيل. فاحنا فاكر برضو انا موضوع التابو ده اللي هو مش هتحصل، وهي دي بقى الحاجه القديمه وهي الناس وارثينها، وده توكيل يعني ده ناس بتدفع فيه فلوس. الكلام ده كله بصراحه ما ياكلش معايا، ما بياكلش معايا خالص. فيعني ايه التوكيل؟ هو ده التوكيل. قلت له يا جماعه التوكيل ايه؟ طب تعالى نعمل شويه ديليجنس على الناس دي بتعمل ايه. يعني احنا هنروح للشركه الام ونقول لها يا جماعه احنا شايفين في فرصه وهنبيع لكم وهنبيع لكم وهنعمل لكم وكذا. يقول لك طب احنا هتصدقوني ليه؟ مش عايزين يصدقونا، يحطونا تحت بروبيشن بيريد 6 شهور، ما عملناش حاجه، هم ما خسروش حاجه. صح. وطبعا اول 6 شهور يناير لغايه الصيف كان حاجه عذاب العذاب. طبعا انا قلتها قبل كده، فواتير ما بتدفعش وحاجه يعني مش عارفين، لانه عشان تبيع بيعه موضوع يعني. طبعا. وبعدين بدا يبان النور في الصيف، اخر الصيف، واول عموله تجيلنا، وكانت اول عموله تجيلنا كانت كبيره. الناس ما كانوش مصدقين بره ان مصر فيها البيع ده. فبيعنا اول بيعه نقول حوالي 700,000 جنيه. بس عرفنا بقى ان الموضوع مش فلوس، الفلوس إذا انكر هتتكل عليه عشان تعمل حاجه اللي انت عايزها. كان في دماغي ساعتها التعليم. شفت حاجه جامعه خاصه وجامعه حكومي، وشفت ان الجامعه الحكومي الناس وحوش الوحوش،
وطبعا ما عندهمش اي فرصه خالص، بيموتوا يعني بيموت او قبل ما يتولد، يعني حاجه يعني كارثه يعني صح. ان هو عمال بيدرس ويحفظ، يدرس ويحفظ ويدرس ويحفظ، وهو مش فاهم حاجه خالص ومش بيلينك مع اللي بره وبتاعه. كان في دماغي تعليم، فعرفت بقى ان هو التعليم هو الاساسي، واتاكدت بقى ان احنا ايه نمشي واحده واحده لحاجه عشان نعمل فلوس، ان الفلوس وسيله عشان تحقق الكلام ده. اخر شغلانه كنت بشتغلها احنا يمكن علمنا اكتر من 400 واحد، 400 شويه واحد قباطين في البحر عملوا ماسترز ديجري بتاعتهم، احنا اللي عملناها لهم. كنا بندفع لهم مرتبات مش كبيره، بس كنا بنعلمهم جوه. كنا بنعلمهم الناس كلها كانت تخش الشركه مثلا في اي بزنس عملناه، كانت تخش الشركه يقول له انت مسؤول الحسابات وانت مسؤول التسويق. احنا عمرنا ما عملنا كده. اي حد جنبي قاعد عنده اكسس على اي حاجه في الشركه وفي البيزنس، هتيجي تتعلم كل حاجه 360 درجه، هتعلم اي حاجه في الشركه. واي بليف ان هي دي الادد فاليو اللي خلت ناس مرتباتها كانت ممكن تبقى ب 10 قروش بتشتغل معايا ب5 قروش. اولا بياخدوا بونص لما يشتغلوا كويس، تاني حاجه ان هو بيتعلم وبيحصل ديفلوبمنت جوه. قبل ما اروح لمحطه الامارات، عايز اتكلم، انت كنت شايف نفسك ازاي نجحت في مصر وابتديت تعمل فلوس وابتدى البيزنس يكبر قبل ما تقرر انت تروح الامارات؟ انا في لغايه 2011 لو تسالني سيب مصر، لا تضييع وقت بالنسبه لي. يعني مصر يعني فيها بزنس واوبورتيونيتيز، يعني لسه يعني ما عملناش تابينج اون 1% اوف ات. وربنا اذن انه لظروف معينه ولظروف البلد ساعتها رحت الامارات، وكان الكارير باث اللي انا كنت راسمه لنفسي حاجه تانية خالص اون ستيرويدز يعني. فخدم البيربس اكتر بكتير وسرع الموضوع اكتر بكتير واكسلريتد الموضوع اكتر بكتير طبعا، وعكلي الدنيا اكتر بكتير. ازاي؟ لانه يعني لو انا كنت عايز اوصل ل10 الحمد لله رب العالمين وصلت ل70 اوفرويلمينج. فانت عايز تعمل نفس المسؤوليه اللي كنت عايز تعملها. لو مثلا في التعليم مثلا او في الصحه ناوي تفتح لك مستشفيتين وتعمل الناس، وما تجيش بقى تضحك على نفسك وتعيش في الدنايل تقول يا عم انا طب انا كويس. بقت مسؤوليه اكبر بكتير وبقى ستريس اكبر بكتير. بس الاستريس فيه بلاجر. عايز قبل ما اوصل لل70 انت ما تاخدناش في دوكا برضه، من الواحد اللي اتعمل في مصر لل70 عايز اعرف الرحله دي بتاعت الامارات. عذاب العذاب. انا اما رحت الامارات رحت سنه 2012 وكان معايا فلوس يعني عاملها من مصر. معلش، ايه البيزنس اللي انت كنت اللي هو التوكيلات اللي كنت شغال فيها في مصر؟ توكيلات. ده اخر حاجه عملتها قبل ما تسافر؟ لا كنت بعمل توكيلات وكنت بصدر اغذيه من مصر واور اون ليبل وكده. وانا مقتنع دايما بموضوع انت يو هاف يور اون ليبل وما تبقاش بتبيع كوموديتي. يعني عمري ما كنت تاجر، عمري في حياتي ما كنت تاجر. يعني دايما يبقى عندي ادج، يا اما ماي براند يا اما حاجه مكنه هبيعها بس هصنعها في مصر جزء منها. يعني في ادد فاليو بشكل في ادد فاليو ابقى سابق بيه خطوتين ثلاثه عن الناس. فكان بيزنس الاغذيه اخر بيزنس عملته، ده اللي سافرت بيه بفلوسه او ده اللي عرفت تشتغل بيه في الامارات؟ ايوه. انا باخد اجازه كل 7 سنين سنه، ما بردش على التليفون مش خالص. مهما جالي احسن ديل في الدنيا. دي كانت تالت سباتيكل. والنكست سباتيكل ان شاء الله 1 اكتوبر 2030 ان شاء الله. ان شاء الله. عملت ايه اللي حصل؟ احكي لي عن الرحله هناك شويه، كانت عامله ازاي؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. بحس ان دايما بقدر اشوف الاوبورتيونيتيز اللي هي دي اوبورتيونيتي فعلا ولا دي نويز بس. ولقيت الامارات بقى اوبورتيونيتيز بقى اون ستيرويدز يعني بجد تضرب في 70 وبس. فيري فيري يعني صعبه جدا جدا جدا. برضه الناس اللي مش عارفه، هي الناس كلها عارفه، بس كنت تعمل ايه او ايه الشغل، ايه الشغلانه بالظبط؟ يعني انا قعدت بقى اتفرج على كذا حاجه. قال لي مطعم، شفته نصاب، دخلت شغلانه مراكب. ودخلت مراكب برضه سهران عند واحد صاحبي بالليل ولقيته بيقول لي مراكب يلا اشتري مراكب. قلت له لا، هي شغلانه حلوه وانا شامم ريحه فلوس فيها وشامم ريحه نجاح، بس انا مش هشتري مراكب. ده انت عامل فلوس كويسه، انت رايح فعلا فلوس كويسه. تعيشني طول حياتي انا وعيالي. يعني عشان ردا على السؤال بتاعك عملت فلوسي من مصر. طبعا لو ما كنتش عملت فلوس من مصر كنتش عملت حاجه بره. فرحت بقى وعجبتني شغله المراكب دي. بس كان كله بيشتري وانا كل ما الناس كلها تعمل حاجه لازم اعمل عكسها حتى لو انا شايفها لوجيك. فرحت الامارات والامارات بصراحه فعلا ناس كرامه وناس بيحبوا المصريين جدا، وبروح هناك ببقى مبسوط جدا في الامارات وانكارجينج ذا بزنس بطريقه غير طبيعيه. وما بيشوفوك بتعمل حاجه مختلفه بيعلوا منك. وجيت الامارات وبدات في الشغلانه دي، بس ما بداتش اشتري مراكب، بدات اتفرج من بعيد واخد مركب هنا واكسب فيها $100 في اليوم و50 دولار وحاجه يعني. وبقول لك صحابي يقولوا لي هناك يقولوا لي انت يا ابني العيشه دي ليه عليك بايه من الكلام ده؟ ما ترجع باشا وتقعد في بلدك وخلاص. كنت شايف ايه؟ لا شايفها. شفت حاجه غريبه قوي، ان كل اللي فاكرينه ده حاجه كبيره قوي من جوه
وان هو مستحيل يتعمل، والله العظيم كل حاجه ممكن تتعمل. ازاي تتعمل؟ دخلت لقيت ارجنس في البيزنس. اول ما يبقى في ارجنس في البيزنس ويبقى واخده فور جرانتد، والمركب عندي اهي واعمل هنا وهاجرها وكده كده، جايب مركب ب 100 مليون دولار وجايب مركب ب 60 مليون دولار، قعدوا يتنططوا على بعض من البنوك، والبيزنس بقى مكمل وكله مكمل والبنوك بتدي وكل حاجه. يا جماعه ايه الرخاء اللي انتوا فيه ده؟ قعدت اتسحب كده واعمل موديل ان هو يوفر. انت بتتكلم على ما حدش عايز يوفر اصلا، يعني هو مش فارقه معاهم، مش فارقه معاهم خالص. طبعا. انت اصل بالك مع كل غلو المراكب ده، انت بالنسبه مثلا لحقل واحد مثلا في ابو ظبي بيعمل 750,000 برميل، رقم مرعب. يعني يعني بتتكلم عن 75 مليون دولار في اليوم، يعني فانت مقدر منك المركب كام؟ يعني 20,000 30,000 مراكبك كلها بكام؟ ب 100,000 دولار، يعني بتتكلم عن 75 مليون دولار في اليوم انتاج. فانت بالنسبه له ولا حاجه، انت هو مش شايف المراكب دي خالص. فقلت لا برضه تو جود تو بي ترو. وبعدين جبت تيم وقعدت بقى ادعي السوق ينهار. انا كنت متاكد ان السوق هينهار، بس كنت بدعي ان السوق ينهار بسرعه. لانه بقول لك كل الناس لما تمشي في حته واحده تعرف ان الحته دي هتقلب جوه معركه. ايه الاوبورتيونيتي اللي كنت شايفها لما السوق هينهار هتعرف انت تخش؟ ارجنس، وبيبني مراكب، بيبني بال50 مركب وب60 مركب وب70 مركب. ايه السوق اللي هياخد المراكب دي كلها؟ ده كان كملناش كام شهر. 2014 بدا ينهار جامد قوي. 2015 يعني اقل من سنه بدا الانهيارات تك 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 تك. فبدات الانهيارات بقى، بقينا احنا عندنا بقى موديل موفر. ما الناس دي ما تعرفش توفر، صح، هنتفى بالمليم. فبقت الناس كلها، وعملنا بقى الحاجات اوبر كايند اوف بتاع which is ان احنا بدل ما نبيع المركب كلها نبيع جزء منها. انت عملت الموديل الصح في الوقت الصح. ما كانش حد شايفه او ما كانش حد من السوق متخيل ان ده ممكن يحصل. ايوه، بس انا عايز اقول لك على حاجه. انا ما عملتش الموديل الصح في الوقت الصح. أمال. اللي بيعمل الموديل الصح في الوقت الصح ده واحد متهيألي ان هو رياكت شورت تيرم جدا. لكن اللي بيعمل الموديل الصح فول ستوب ويطلعه في الوقت الصح هو ده اللي بيكمل. بقى عندك النهارده كام مركب بالمناسبه؟ انا بعت الشركه الاخرانيه من سنتين وشويه، كان فيها 92 مركب اوند. وهو التيرن اراوند الجامد قوي ده حصل في البيعه دي. في ناس فاكره كده، في ناس فاكره كده، وعايز تصحح الحته دي لانك عمرك ما اتكلمت فيها. 92 مركب اوند، وكانوا ان توتال 100 حاجه و70 مركب، وده اكبر فليت في الوقت ده في العالم. احنا الوحيدين في الاندستري مش عندنا ولا مليم داتا. بتقولي لا مش دي الحته اللي حصل فيها التيرن اراوند؟ لانه انا لما بعتها مثلا جالي حاجه، وانا بقول لك عشان كده حاجه غريبه جدا. انا ما بروحش الشغل الا وذ بلاجر. اوكي، لو البلاجر كومبرومايزد طز فيها ولا هتجيب لي فلوس الدنيا. انا جالي قبل ما ابيع الشركه دي بيوم، جالي وانا كان معايا شركاء في الشركه. يعني كان عندي شركاء بحوالي 3.5% معايا في الشركه، صحابي وكده. وانا ديمقراطي جدا 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 في الشغل جدا، يعني هو احنا دايما بنجتمع، دايما باخد راي كل الناس وكل واحد بيقول رايه، بس انا رايي بيمشي في الاخر. ف honestly I believe انه اي حاجه غير كده يبقى تهريج. واثق في مقدرتك وفي السكيلز بتاعتك وفي تفكيرك وذكائك لهذه الدرجه؟ لا. امال واثق انه في حد هيسوق المركب. مش مهم راي مين الصح، بس الوقفه والعطله اوحش بكتير من القرار الغلط. صح، بس طول ما انت سايب حد يشتغل فده معناه ان هو شغال كويس، مش محتاج توقف. طبعا. امتى تدخلت وقلت لهم لا this is the time to sell؟ فهو جالي واحد، كنا قاعدين في دبي وانا كنت خلاص بقى انا ما بروحش الشغل بجد غير ببلاجر. فكنت بقى شهرين خلاص انا قررت ان انا الشركه دي هبيعها خلاص. فقالوا لي لا مش هنبيعها، نعمل وبتاع. انا هبيعها. فالمهم جالي البنك، واحنا ما عندناش بنوك خالص زيرو. فجالي البنك لحد اخر وقت جالي البنك، وكنا يوم والبيعه تاني يوم الصبح. فكان بيتعشى معايا او بيتغدى ليت لانش وبيتعشى معايا. فالبنك جاء قال لي، الاثنين بتوع البنك قالوا لي على فكره احنا هندي لك الفلوس كلها 91% من الفلوس بالظبط. قالوا لي ما تبيعش الشركه لان احنا مدينهم ال 91% دول عشان احنا واثقين في ان انت هتدير. قلت لهم انا هدير لمده سنه، انا هدير وسنه ونص هدير. طب خد انت ال 91 دول في المية، هنقولها مجازا 100%، دي لك كل الفلوس اللي انت هتبيع بيها، وما تبيعش الشركه وخلي الشركه بتاعتك 100%. والله I had this option. والله فعلا. قلت لهم طب افرض ريسك البنك ريسك ايه؟
مفيش بيرسونال جارانتي. الشركه تقع توظف الشركه كلها. احنا اللي واخدين ريسك، انت مش واخد ريسك خالص. هنحجز على المراكب. طب ما انت كده هتبيع المراكب. بالظبط. قلت لهم خلصوا 10 ومش هتطلعوا بره. ففي 3 حاجات هنا كانوا مهمين قوي بالنسبه لي. اولا الفلوس اللي انا عملتها في البيعه دي كانت كويسه، لان الفلوس اللي انا عملتها دي كانت 70 اوريدي، وانا كنت راسم 1 وبقت 70. فهي الفلوس دي بتزود المسؤوليه اكتر بكتير. وانا مش بجرجر رجلي للشغل وعايز اروح. ثالث حاجه، في حاجه مهمه قوي قوي، ان انت يبقى عندك فاليو. هنقول الشركه بتاعتك تسوى 100 مليار دولار. جربت تبيعها؟ مين قال لك تسوى 100 مليار دولار؟ السوق قام في الواقع لما when it comes to النجاح اللي انا حسيته في حاجتين، اللي هي انه انا عايز اخرج عشان اثبت ان الشركه دي من غيري وهتسوى الفلوس دي من غيري. يبقى انا بنيت شركه وبنيت في نفس الوقت عصفورتين بحاجه، بنيت شركه وبنيت ريبيتيشن ان انا اقدر اعملها وامشي كله وتشتغل كمان بعد كده. وبعد كده يبقى 8 3.5 اكس ليجاسي. ايه لما تيجي بعد كده تخش بقى حاجه بيزنس تاني يقول لك ايه ده ايه ده ايه ده ده هيعملها ويخرج منها كويس، فهتجيب انفسترز معقولين. واللي انت بتبيع له يقول لك ايه ده ايه ده في ناس كسبت وراه كويس. يعني بيبيع مش بيبيع بيع مش بيع غالي، ده بيبيع فيه لسه اوبورتيونيتي. بالطريق مش كله وردي، بس امتى فعلا خدت درس قاسي لن تنساه؟ كلها بتنحصر على ان انا فوتت الفرص. كل ده وفوتت فرص. في فرص كنت مقتنع بيها بماي ايموشنال انتليجنس، وسمعت الكونسلتنتس وسمعت الذكاء بتاعي وان انا ذكي وعامل فيها ان انا ذكي وبتاع، وطلعت حمار. البني ادمين زمان من الافات السنين كانوا فيزيكالي انتليجنت، والراجل اللي عنده عضلات اكتر يطلع فوق الشجره اكتر ويجيب اكل اكتر. وبعد كده جاء الاي كيو ايرا، ماس برودكشن، والكلام ده كله از نوع ليفل من الذكاء. الايموشن انتليجنس از انذر لاير اعلى بكتير من الاي كيو والفيزيكال، اعلى بكتير. وده الجات فيلينج اللي بتتربى فيك. الجات فيلينج دي لو انت ما صدقتهاش هتموت وهتنزل ليفل داون. your gut feeling is saying ده المشروع ده ممتاز، وانا شايف فيه بريق وشايف فيه حاجه محترمه وشايف فيه حاجه يتعمل فيه، وبعدين تنزل ليفل داون وتقول اصل مش عارف ايه ده اللي عملوه قبل كده حصل لهم ايه، والايكونوميك does not make يعني النمبرز مش عارف ايه وكده. ده اكتر حاجه زعلت عليها. بتأكسبت الخساره ازاي؟ بتيو اكسبت ولا من الحاجات لا جدا 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 جدا. عايز اتكلم شويه على التكنولوجي. ايه الدور اللي لعبته التكنولوجي عندك في بيزنس بتاعك وانت بتكبر؟ مع كل احترامي للامارات ومع كل احترامي لسنغافور ومع كل احترامي للبلاد اللي كنت فيها، لانه بجد بلاد محترمه جدا وادتني كتير قوي واضافت لي كتير قوي. الاكسبوجر بتاع التكنولوجي كان ولا حاجه كومبيرنج اللي انا شفته في مصر. رعب فعلا. عيال مرعبه وبتنام على روحها وهي نايمه وبتنام على الكرسي وتفضل مكمله، وتكنولوجي وعايزين شويه جايد لاينز وعايزين شويه حاجات يمشوا عليها. يس عايزين شويه تشجيع ده كان مونتايز منه. يس بس رعب بوتنشال مرعب. التكنولوجي اللي استخدمناها في اخر بيزنس كان اقل بكتير جدا من اللي كنت المفروض استخدمها. لو كنت عشت في مصر السنه اللي انا فاتت عشتها في مصر دي في البيزنس، لو كانت البتاعه دي اتنقلت في البيزنس التاني بتاعي كانت اوبورتيونيتي انا ما كنتش شايفها خالص بالمنظر ده. يعني بقعد احسب الحاجات ايه اللي اتعمل فيها، حاجه غير طبيعيه. انا كنت بعمل موديل 1 على 100 باللي انا شايفه في مصر. وكنت مكسر الدنيا. حتى ما كانش فيه اي اي، كان في حبه اوبريشن ريسيرش كده كنت مكسر الدنيا بيه. مكسر الدنيا. وفي البيزنسز بتاع دلوقتي لما تدركت ده بقى وشفت ده كله بقى كله تك وكله اي اي وكله enabling التك والاي اي فيه، وبمصريين وبكوادر مصريه وبتالنتس مصريه، كل حاجه مرعبه ومجانين خالص بقى، طاقين خالص. خش لك واحد منهم مثلا كان داخل واحد صاحبي هو بينفست معاه، داخل له بارنب، وبعدين داخل له بارنب اول مره يقابله في حياته، بيعمل بيتش ومش ايه، وبياخد جزء من شركته، بينفست 80% في شركته. يعني بيقول له مين ده؟ بيقول له ده علي وكده عادي يعني. وشايفني ده عادي يعني، شايفني ده شيء طبيعي يعني في الدليفري ده يدليفر. ايه رايك في الشباب دلوقتي وفي الجنريشن زد؟ هيكسروا الدنيا، بحلف والله العظيم هيكسروا الدنيا. هيكسروا الدنيا and very soon, very very soon. وايه اللي انت بتشوفه ان محتاجين يتعلموه عشان يكبروا اسرع، يبقوا احسن؟ ناقصهم ايه؟
هنكمله ان شاء الله يا رب. هنفضل نكمل كل الحاجات دي كلها، واللي حواليا بيكملوا، مش انا لوحدي، انا اللي حواليا والناس اللي اعرفهم بيزنس اللي بيعملوا بيزنس بيكملوه كده. ما بيبصوش على الصوره كلها. محتاج يعرف ايه الاند جيم بتاعه. يعني كان عندي واحد كان بيحبني جدا وكنت بحبه قوي، انا كنت بشتغل في كوربريت سنه 97، كنت ما يخش وانا كنت بشتغل جامد، يعني كنت بشتغل بجد، كنت بشتغل 18 ساعه في اليوم واكتر. وبنام على الكرسي وما بروحش بثلاث 4 ايام، وفي كوربريت يعني باخد مرتب في الاخر. فبس كان بيقول لي على فكره اوعى تفتكر نفسك ذكي، وكان بيحبني يقول لي يور ستوبيد، انت منهمك جدا على الترابيزه. لازم حتى مهما كنت هارد وركر لازم ترجع خطوه لورا كده وتبص على الترابيزه من بعيد، تبص على الصوره الاكبر، انا عايز ايه. هو لو بص يقول لك ايه ده في فرص. على دخول الاي اي النهارده، واحنا مش بنتكلم بس على التكنولوجي، بنتكلم على في بيزنسز زي التعليم، الاكزامبل اللي انت كنت بتديه، بتتكلم في ان الاي اي بيلعب دور رئيسي في هذا الشغل وفي البيزنس ده، وانه يكبر بهذا الشكل. ايه الاي اي شايفها ازاي، او فوائده ازاي، او ممكن يبقى في حته ان في ناس مش هتعرف تجاري خالص، ففي شغلانات مش هتبقى موجوده. يعني هاو دو يو سي ذا اي اي لما دخلت بقى في مصر وشفته بيزنسز قايمه تماما على الاي اي والتكنولوجي لهذه الدرجه؟ هاو دو يو سي the good and the bad in this؟ There is good and bad طبعا، مش عايز اقول ان ما فيش bad. There is good and bad. الجود in my opinion لمصر، مش بكلم للعالم. لا انا بتكلم لمصر كمان 100 times اكتر من الباد. 100 times. النهارده انا بقول ايام انا ما اتخرجت من الجامعه او ايام الجامعه انا كنت بعمل حاجات، انا كنت تك سافي ايام الجامعه. ودلوقتي اخري الواتساب ولسه حاطه من 2.5 3 يعني ده اخري يعني. فاوز تك سافي وكنت ماشين لانجويج، وكنت راح كنت بعمل ابلكيشن، كنت بحط مودمز عشان اوصلها ببعض فالطريقه دي جايه من حته كويسه قوي يعني. وفيس وحاجه زي فيسبوك بس سوشيال كنا بنركبها في البيوت، واروح ماشين لانجويج وابعت ايميل سنه 90، والعيال صحابي طبعا الصيع ينزلوا يقولوا لي الواد احمد طارق ومحمد سمير بعت ايميل يا رجاله وحاجات كده يعني. ودلوقتي خالص بجد ببعت واتساب بيرلي. ولان ايامي اللي ما كانش في سيليكون فالي يبقى عمره ما هيوصل مهما كان مين، مهما كان عبقري. خلاص. فاي دروب ذس كومبليتلي. اوكي. النهارده از ديفرنت جيم. احنا كمصريين واحد في اي حته في مصر واي حته في الدنيا سيم ليفل مع اي حد في الدنيا. ازاي يا احمد؟ قصدك ايه؟ النهارده احنا عاملين لنا حاجه، احنا عندنا بلاتفورم اديوكيشن وبنعلم ان شاء الله رب العالمين. بدانا الشهر ده ان شاء الله رب العالمين، جالنا اوريدي اول دفعه بنعلم حاجات برومبت وكودينج وحاجات كده. اتس كولد 0 to 1. ال 0 to 1 دي بتعلم في 18 شهر ل 24 شهر، في المده كلها حوالي $2000. ولا $2000 مش لازم تدفعهم كان يعني ممكن تجيب لك فند وممكن احنا ندفعهم لك، ممكن كل حاجه، ممكن كل حاجه، بس المهم تعدي. احنا بنعمل مابينج على مستوى مصر كلها دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. اوت اوف 1000 واحد ممكن 70 واحد يتقبلوا او 30 يعني يو دونت نو على حسب مناطق ايه. ولو اتقبلت بتدفع حوالي $2000 في ال 20 شهر، نقول مثلا $100 في الشهر، وبتتعلم. قبل ما بتدفعهم بتشتغل ب 2500 يورو في الشهر. اوكي. قبل ما بتدفع بنضمن لك. فالنهارده هتقول لي بقى بلاش تتكلم انجليزي، ما اتكلمتش انجليزي خلاص ما تتكلمش، اعمل ايه؟ طب مش اوبشن. انا اتكلمت انجليزي بعد الجامعه، يعني بجد اتكلمت انجليزي بعد الجامعه. انت اتعلم بس حبه انجليزي واعمل 0 to 1 كودينج دي، انت ضامن 2500 يورو بعد التخرج، او مش لعبتك خالص. روح العب لغه الماني. النهارده في كول سنترز خلاص، فالانجليز والامريكان وكل البلاد بتتكلم انجليزي بيحتاجوا كول سنترز، مش لازم يبقى انجليزي ولا امريكاني لانه بقوا غاليين، بس محتاج واحد يدفع له يرضى ب $2000. بس مين اللي بينافس؟ الهند والصين. الصين طبعا. اللي بيتكلم فرنساوي، شعوب زي فرنسا وكده بيتكلم فرنساوي بيجيبوا من افريكا. الالماني بقى لا، ما حدش عايز يلعب اللعبه دي. ليه؟ لان بالنسبه للعبه دي بالنسبه للهند والصين نوت سكيلبل. هم 100 مليون بني ادم الماني جوه المانيا، و25 مليون بني ادم يتكلموا الماني بره المانيا. خلاص. والناس المان دول محتاجين 30 مليون عليهم، احنا محتاجين 30 مليون يتكلموا الماني. صح؟ غير ال 25 مليون. مين هيلعبها؟ الهند ما تلعبهاش، دول 30 مليون دول ولا حاجه. لعبه بالنسبه لهم. والصين يأزأزوهم في محافظه واحده، فبالنسبه لهم حاجه بتاع. فانت لو علمت الماني بس مش هيعمل حاجه خالص غير يقعد سنه يتعلم الماني، مش سبيشالايزد حتى. عارف بيشتغل بكام؟ في مصر ب 30,000 جنيه. ما بيتعلمش الماني ولا انجليزي، خلاص روح يعمل ايه يعني؟
النهارده لو اتعلم بقى حاجه صنعه زياده عليها ولا حاجه، بياخد له 1500 يورو في المانيا، بيسافر بيتعلم حاجه جامده جدا، ممكن يرجع يابلايت بعد سنه سنتين في مصر. وانتوا بتفتحوا نوع الاوبورتيونيتيز دي طبعًا للناس دي عشان تعرف ده وتعرف يبقى عندها اكسس لكل بالاوف تيكر بالناس بالمين اللي بياخدوهم وفي معونات وفي صناديق كتير جدا وبقى دي اوبورتيونيتي ما كانتش موجوده خالص ولا حد فكر فيها. واحنا بنعمل مدرسه دلوقتي الماني ل5 تخصصات مخصوصه للكلام ده، كلها بتعلم بالالماني. اخترت التعليم واخترت الصحه واخترت ميجر سيكتورز، اولا ما عندكش لسه خبره فيها بس دخلت فيها بتكبر حاجه very long run في very two major sectors. ليه اخترتهم؟ انت قلت اخترتهم because you want to leave an impact وكل ده، بس ازاي جبت الجاتس انك تخش في two sectors بهذا الحجم؟ الجاتس بتاعت الصحه جات لي من 8 سنين او حاجه، بس الجاتس بتاعت التعليم طول عمرها عندي. طول عمرها عندي من سنه 99 اتليست او من 98 عندي في بتاع التعليم. والتعليم هيغير العالم، وانا كنت فاكر ان هو هيغير مصر بطريقه معينه. انا بقول لك هيغير مصر بطريقه 10 اضعاف اللي انا كنت فاكره او 100 ضعف. اكسبوننشال باللي انت بتحاول تعمله قصدك؟ لا، لانه النهارده التولز بتاعت التعليم without borders. الموضوع النهارده بقى without borders، ما بقاش موضه، بقى حقيقه. مش لازم تكون في المدرسه، مش لازم فيزيكال، في بجد ممكن تو سكيل without borders. موديلز مختلفه ما كانتش موجوده قبل كده، ففي كميه تولز غير طبيعيه النهارده ممكن تعملها. فبقى في مصلحتنا، ولازم نستنفع بيها في مصر، ولازم نستفاد بيها ونكابيتالايز عليها فورا. ايه كنت بتحكي لنا على اسبوعك، فعايز اخد شويه ديتيلز كده، الدنيا ماشيه ازاي عندك، وايه البيزنسز اللي موجوده عندك النهارده؟ يوم الاحد زي ما قلت لك بنعمل اديوكيشن على قلبي زي العسل. من الصبح لغايه بالليل انا مستعد اقعد فيها. هيلث كير يوم الثلاث ده على قلبي يعني زي العسل. يعني حاجه ممكن اقعد فيها واعدي، بس الساعه 12 بالليل لحقوا عليا يعني. في الستارت اب يوم الاربعاء، والاويل اند جاز شويه يوم الاربعاء. وات دو يو مين ستارت ابس يوم الاربعاء؟ احنا عندنا ستارت ابس كتير. انا بصراحه مش عارف قد ايه كام واحده دلوقتي، بس اقل من 100 ستارت اب عندنا. وده انا عندي ستارت اب، محمد فاروق عنده ستارت اب، ومحمد منصور عنده ستارت اب، وعاملين انكيبيتر واكسلريتر. احنا الثلاثه مع بعض حاطين فيه الستارت ابس دول، هم ده انكيبيتور بتاعه، وعندنا تيم بصراحه ممتاز. انا حتى ابني بعته يتمرن، ولاد صحابي اللي عايشين بره، ولاد صحابي اللي هم مش مصريين بعتهم اند وير امبرست، لانه العيال ما بيجيش عندنا تصور ورق. العيال عندهم بروجرام ديتيل بروجرام، بيخشوا ينزلوا انترنشيب، يخشوا يروحوا للستارت ابس دي، يضيفوا يعملوا بزنس بلان ليهم، يتعلموا M&A، بيتعلموا يعملوا ماركتنج وبزنس بلان، يعملوا فاينانشال ستيتمنت، بيعرف يعمل P&L. وده عنده 16 سنه بجد بيعرف يعمل P&L. انا كنت فاهم كلمه P&L دي متهيألي بعد الثلاثينات، يعني مش معقوله يعني. ما بقاش ينفع دلوقتي خلاص، مش اوبشن بجد، مش معقوله يعني. لا، ولو سيبناها على كده هتبقى اوبشن، وده مرفوض يعني. والشباب بتقول ايه؟ قصدي في ريزيستنس، في عايزين يتعلموا فعلا. عندي حد من صحابي مش من غير اسميها is a very very senior position in one of the biggest NOC، يعني شركه بترول في العالم. يعني هي probably اكبر شركه كونستراكشن في العالم. يعني ابوه CEO يوديه في اي حته. يعني قلت له بس هاتولي بس مصر، هاتولي 3 أسابيع. قعد شهر ونص او 6-7 أسابيع. وهبقى اوريك في يوم فيديو بعد ما نخلص هو ده عمل ايه قد ايه الموضوع ده بالنسبه له. لانه بينزل هو يريليت، هو بيشتغل بيعمل حاجه، وبعدين بيريليت بيعملها بايده. يريليت لان البيزنس دي صغيره، ستارت اب صغيره، فبيريليت بيعمل بزنس بلان، بيروح يساعدهم. الستارت اب نفسهم بيبقوا مبسوطين لان بيديهم اكسترا هاند. صح. رخيصه جدا او ببلاش. فكر جديد، ولاد فكر جديد. وعملنا كذا بايلوت والحمد لله 4 نجحوا، والولاد بسطوا، كل ستيك هولدرز كانوا مبسوطين. بتقضي يومك ازاي او بتعمل ايه؟ يعني how do you spend your time؟ بتعمل ايه او انا بروح شغل ليه؟ بلاجر. مبسوط، صح. ولادي تاني هقول لك قاعده معانا فهتضربني دلوقتي. وما كنا متجوزين كان عندها دايما مشكله، يعني ضرتها مين؟ الشغل طبعا. فاشتغلت معايا بقى لها سنه. بتشتغل دلوقتي معاك بقى لها سنه. اوكي. حلو الموديل ده ان انتوا عارفين تعملوا هذا البالانس. حاجه تضحك يعني، كنا بنتكلم عليه لسه النهارده. فالمهم بعد 2 3 4 كده مش فاكر يعني بصراحه، فكان في ميتنج يعني. فالميتنج سخن جدا، وكميه ستيك هولدرز فظيعه، وناس بجد تالنتد وفي بعض، وايكو سيستم بيتركب على بعض، وحاجات كتيره بتحصل. فالمهم في وسط الميتنج، في عز الميتنج اللي هو كانوا الناس محتاجيني في وسط الميتنج دلوقتي، رحت طالع بره جري بره الميتنج روم، قلت لها تعالي انجي تعالي. اتخضت طبعا، ايه اللي سايب الميتنج في وسط ده. رحت واقف على الباب بره، قلت لها ايه رايك؟ قالت لي في ايه؟
قلت لها كان عندي حق. قالت لي يا ابن الذين كان عندك حق. Pleasure is when you go and achieve and cross and kill every noise وتطلع السيجنال من وسطهم وتعمل حاجة and you make an impact. This is pleasure. ايه ميزاتك؟ ايه عيوبك؟ How do you see yourself؟ مش بنام، بقعد افكر كتير، ببقى دايما قلقان. There is no good reason ان انا ابقى قلقان. لو ما كنتش قلقان كنت ممكن اعرف افكر احسن بكتير. عارف الطلاينة عندهم مثلا دايما كابو دا فاتشانينتي. ايوه. هو تلاقيه قاعد في اغسطس على البحر peace of mind كده، او وهو قاعد على الشمس عامل كده 10 ساعات، ما اعرفش انا اعملها كده. ده عيب فظيع، وده اللي متهيألي لو حصل بني ادمين بيبقوا ريلاكسد واحسن بكتير ويعرف يفكروا احسن بكتير. اكستريمست يعمل حاجه كل all the way، perfectionist all the way، يا اما ما اعملهاش خالص ولا اعبرها خالص. ما بقولش لحد برافو. usually I'm not the manager of any of my companies. اوكي. انا خدت بالي انك كذا مره انت بتجيب سي اوز ما تبقاش انت السي او. I'm a lousy manager، ما اعرفش طبطب على حد اقول له برافو حبيبي. السؤال اللي قبل الاخير هرجع لحته ان you always want more، ان لا الفلوس never enough. never enough. You think so ها؟ بعد كل never ever enough. انت عايز تعمل ايه بالفلوس؟ انا عايز كل الناس تتعلم في under developed. ابتدي بمصر وكل افريقيا، وبعدين كل under developed countries. هل 100 مليار دولار كفايه؟ تريليون كفايه؟ يمكن لا. So it's never enough. Depends on what you want to do. Really. What do you want to do is my last. What do you want to do? What's the legacy you want to leave? Depends على اللي انا عايزه. هعمل impact وتعليم. I'm not a person into the luxury of the luxury of the luxury. اللوكسجري بالنسبه لي لعب. I can do it. عشان ما حدش بس يقول لك انت انت عايش في عشه وعمال تعملهم علينا ان انت بوهيمي. لا، اهو وهي، اهو وهي، اهو وهي. شكرا. ثانك يو. ثانك يو. انا عايز اشكرك على اللقاء ده، وقلت فيه حاجات مختلفه، حاجات ما قلتهاش قبل كده، واستفدت انا بيرسونلي، واي هوب الناس اللي بتتفرج علينا تبقى استفادت وشافت جانب جديد من احمد طارق. بشكرك على انك فتحت قلبك واتكلمت، واتمنى تبقى انت اتبسطت انت كمان. جدا جدا. شكرا جدا يا محمد والله. شكرا جدا. ثانك يو سو ماتش. ثانك يو. هنبتدي بانترفيو صغير مع حد من المشاركين في شارك تانك، براند مصري اعتقد معظمكم هيبقى عارف عنه اللي هو زي. فمعانا وحب نرحب بنور قاسم مؤسس زي. ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. كنا مع بعض في المدرسة فالنهاردة بعد 20 سنة من تخرجنا من المدرسة بنتقابل النهاردة في قعدة لذيذة. انت ما اشتغلتش مهندس خالص؟ لا خالص. عملت كده تدريب في خلال الهندسة في الشركات كمهندس ميكانيكي مفروض تشتغل فيها في المجالات اللي هي متاحة للمهندس الميكانيكي. وكان كل سنة بعمل تريننج 40 يوم، اقول بلاش السيكتور ده، طب اجرب السيكتور التاني، الاقي برضو السيكتور التاني مش ملائم ليا، سواء صحراء او عربيات او حاجات زي كده. فجيت في اخر سنة عملت تدريب في شركة اوراق مالية واستثمارات. ودي اطول فترة قعدتها فيها. شدني قوي النوع ده من الشركات والبزنس والشركات والارقام اللي بتتحرك ليه. لقيت يعني شغف او شايف ان الموضوع بالنسبه لي شددني قوي اكتر من الميكانيكا. ولكن عشان برضه ابقى صادق يعني انه الهندسه انا بعتبرها بعد الوقت ده كله هي طريقه تفكير. في كده نوع معين من تفكير معين ممكن تابلاي طريقه التفكير دي في اي بقى شغل بعيدا عنه، مش لازم يبقى مرتبط بالهندسه. ايه اللي خلاك تسيب ده وتقرر تبقى انتربرينور وتبتدي في الفاشن عموما؟ يعني عايز الشيفت ده حصل ازاي وليه؟ قعدت 6 سنين في بتدرج في شركات مختلفة، وفي البوزيشن اللي أنا بعمله في الأسواق المالية، في الأوراق المالية وفي سوق المال. ابتديت أستراجل في حتة إنه ما فيش حاجة جديدة ممكن تحصل سواء في السيكتور ده نفسه أو فيا أنا كوظيفة. ولما بتروح شركات كبيرة بيبقى في حسيت إنه لازم يبقى شخصيتك فيها سياسة معينة
مفروض تبقى موهوب يعني، ما عنديش للاسف. فما كنت حاسس ان انا مش عارف مش حاسس ان انا هكبر في مؤسسه كبيره بعيدا عن الاسم. حسيت دي مش لعبتك، الحته دي مش بتاعتك؟ اتضغطت قوي نفسيا من الضغط الشغل في شركات كبيره. فقلت انا ممكن اروح حته ممكن تبقى فيها استثمار وافكار وشركات وكل حاجه، بس ما تبقاش دايركتلي بين يعني السكرين والفلوس يعني، مش متدخل قوي. ودي مشكله ناس كتير قوي برضو اللي بتشتغل في كوربريت او في شركات معينه، وبعد سنين معينه بتحس ان هي مش لاقيه نفسها بالدرجه الكافيه في الحته دي، وان هي مش شايفه الكارير باث او ان هي تقدر تكبر او ان الفيلد ده بتاعها. فهي جراءه اخذ القرار ان انت لا، طب انا هسيب وهبتدي بقى حاجه من السكراتش واشوف اصلا هتنجح ولا لا. الحته دي تريكي جدا، صعبه جدا اكتر من هي تريكي. هي اصلا القرار صعب، بس ما كنتش متخيل حجم الخبطه اللي ممكن تتخبطها من واحد بيخش له انكم ثابت شهري ثابت وكبير وبيكبر، وممكن يبقى ارقامه كبيره وفجاه يبقى مش موجود اصلا، يبقى صفر ومش عارف تعمل ايه. امتى عرفت هتعمل ايه؟ لما ابتديت افكر صح انه انا ما دام عايز اعمل حاجه انا اللي هيبقى ليا يد فيها، لازم ابقى بحبها. يعني لازم يبقى ليا فيها حب، لما اشوفها كل يوم ما اتضايقش منها، لما افكر فيها ما اتضايقش منها. فانا فعلا بحب الجزم، بس مش قادر اواجه نفسي. يعني وانت بتحب الجزم؟ وعندي كولكشن مش مالي كبير، بس اشكال كتير عشان بحب النوع ده من البرودكت يعني. ولو ما عندكش القدره انت ممكن تجرب ولا حاجه خالص، لان انا عن نفسي تجربتي انا ما جربتش برقم اصلا ممكن تسميه مبلغ يعني. حاجات طفيفه يعني، 1 ديجيت يعني رقم 5000 جنيه 10000 جنيه. جبت شويه حاجات كده. واحد ساعدني ان قلت له اجيب ازاي جزمه معينه انا شايف انها مش موجوده في مصر واجرب، فاستوردناها برقم صغير، وقعدت اغير كده اللوجو، اعمل لنفسي لوجو عشان يبقى بس الزق كده اسم على الجزمه، واتباعت بسرعه قوي. فواحده واحده اخدت ثقه انه اللي انت بتفكر فيه في يعني ما انت ممكن تعمل كده وما يحصلش حاجه وخلاص. صح. اهلك قالوا لك ايه؟ الناس اللي حواليك على حته ان انت هي نفس فكره لما الشوك بتاع ايه ده يعني كله بيروح باص تحت يعني، في داون جريد حتى لو مش قادرين يقولوه لك بتشوفه بالجسمانيا يعني بيعمل لك كده. طب بس برضو ما كنتش مركز قوي، كنت مركز ان عندي التشالنج عندي كده نوع من تنجح هذا البيزنس كبزنس، بعيدا عن المنتج ايه هو. فكره البزنس مليان حاجات لو ركزت فيها مش هتركز قوي مع مين بيقول ايه. صح. انت مهتم هتعملها ازاي، فوكس، ولما تعملها صغير ازاي تكبرها وتكبر وانت معكش امكانيات ازاي. عملت ايه؟ جبت تيم ازاي؟ لا ما كانش في حد خالص بقى، انت كنت لوحدك خالص. انت معاك حد بيساعدك عنده خبرات. ودي حاجه مهمه قوي، وحابب انه يعني ان انا اقول انه لما يبقى في بدايتك وانت متحمس، وجود معاك حد خبره حتى لو مش في المجال، خبره بوجه عام بتفرق. كان مين في حالتك؟ صديق يعني اسمه تامر. كان عنده توكيلات وكده، فعنده خبرات اللوجيستكس بتاعت ان انت ازاي منتج يجي يروح يتحرك انت ما تعرفش. كان مساعدني قوي في حاجه زي كده. وبعد كده بقى قلت خلاص لازم الموضوع ده يكبر، فتروح تصدق في اللي انت بتعمله، فتحاول انك تلاقي مخرج بمثلا محل. طب انا معيش فلوس على محل، طب اعمل ايه؟ اتمشى كده في جليم عشان انا من جليم، الاقي كده محل مقفول على الترام، اقول طب خلاص اسال البواب المحل ده ايه، ما فيش حاجه. انت بدات في اسكندريه كمان، ما بداتش في القاهره. ما انا رجعت بقى خلاص. ففضلت قاعد لسه ساعتها كل ده في اسكندريه. صاحب المحل ده مين؟ اكس. فبروح لاكس، طب هروح لاكس اقول له ايه المحل ده بيتاجر بكام؟ اصلا الفكره مش موجود. فقلت خلاص انا اروح لواحد صاحبي مهندس كده يرسم لي كده كونسبت بشكل محل وبتاع، ونعمل اسمه واروح ابريزنته. تبريزنت ايه؟ ان انت عندك محل مقفول، فلو تقدر توضبه بالبراند دي والشكل ده، اقدر انا احط برودكتس انا عامل لها ويل تيستد انها هتنجح. فبالتالي نبقى عملنا جزء من التعاون في محلك من خلال الريفينيو شير موديل يعني. ريفينيو شير جزء، وانك تتحمل تكلفه توضيبه، لان انا في الاخر التوضيب ده موضوع مش هيحصل، مش هقدر احط كل الكلام ده، هو كله حاجه قد كده.
فوافق الراجل. وافق ليه؟ لان واضح ان انا كنت بانسست يعني، او يعني مقتنع قوي او شايفها، مع ان مفيش حاجه، ده 3 دي اوتوكاد راسم لي واحد يعني حاجه. هو صدق فيك، شاف الشغف، شاف انت بتحب الحكايه دي قد ايه. بالظبط. وحصل من هنا بقى الفرع بقى فرعين بقى 5. ابتدى يخش شركاء. طبعا انا الشركه دي ما كانتش شركتي، انا كنت اقل نسبه فيها بحكم ان انا ما عنديش القدره يعني. ولكن كنت واخدها بدايه انه في ستراكشر، وان انت ابتديت تحط رجلك. لو حد سالك انت بتعمل ايه، بعمل كذا. ايه النجاح من وجهه نظرك؟ انك تبقى عندك بلان، عندك جول، عندك حاجه عايز توصل لها وتوصل لها. بعد ما توصل لها بقى بتكتشف حاجه لذيذه قوي. طب انا هوصل للي بعديها ازاي؟ فانت على طول في سلم بقى او كبرت ازاي. عايز اتكلم على بعد المليون الاولاني، او بعد انك شفت ان في بارقه امل ان البيزنس ده رايح في حته كويسه. لا تجري بقى. ده ايه بنزين. ايه اللي حصل؟ انك بتجتمع مع البورد وتقول لهم يا جماعه الموديل ده في الحجم ده ناجح، الموديل ده لازم يبقى 10 منه. وبدات وكنت شايف ايه الجاب اللي انت عايز تملاه. انك لو قدرت تتعلم انك ازاي تجمعه او تكونه او تصنعه بخلاف ايه الكلمه، اكيد هتخلق رينج اسعار احسن كتير قوي للمستهلك للمصريين. وانت هتقدر تربح برضو في الرينج اللي يقدروا يشتروا بيه. وكان اول مره بقى فكره التصنيع، ان انت تصنع منتج. انا عارف ان هو لو جبته كومبوننتس وجمعته حسابيا هيقف عليك باكس. لو استوردته منتج نهائي هيقف عليك ب 10x. بلس انه مش حاجه سستينبل، انت معرض بسبب اي ضغوطات على عملاء يعني، على طول في ريسك معين حتى لو كبر. ولكن انت لما بتصنعه انت بالعكس. فكرت تقفل at any point؟ الدنيا كانت ماشيه ازاي في ال6 سنين دول قبل ما تخش؟ كانت صعبة جدا طبعا. لأنه هو الكلام اللي أنا بقوله ده ثيوريتيكلي لذيذ بقى، وتصنعه وتجمعه وبتاع، بس في الآخر إنك في حاجات صعوبات كتير قوي، لوجيستكس وصناعة وعمال وتيم ومارك، مليان تفاصيل ان انت تقدر اصلا تطلع بالمنتج ده. بس كان ناجح وبيتباع يعني. قصدي اعتقد ناس كتير قوي من اللي قاعده هنا اشترت زي او عندها يس اور نو. برضو عايز اعرف هل عارفين زي، هل الناس اشتريته؟ فده بس عايز اعرف على الترانسفورميشن اللي حصل. احنا برضو فودافون بيزنس والبيوند تانك كل ده بنعمله عشان ندي كريدت او لدور التكنولوجي، ودور التكنولوجي لعبته في ان هي ترانسفورم بزنس. انت زي ما انت بتقول كان زمان ما كانش ينفع حد يفتح طب هسوق ازاي او هعمل ايه. فالكورونا كمان ساعدت، او الظروف اللي حصلت في 2020 ساعدت ان الاونلاين شوبينج زاد، ان الاي كوميرس راح في حته تانية خالص. ازاي ده فرق والامباكت بتاعه كان عامل ازاي عندك على البيزنس؟ ان جنرال التكنولوجي هي اللي كانت الامل بالنسبه لي. انا لو ما كانش فيه التكنولوجي ما كانش هيبقى فيه اصلا بيزنس. لان كون ان انت تعمل ويب سايت بمبلغ صغير قوي، تعمل اعلانات بمبلغ صغير قوي، تسوق لمنتجك، التركيبه دي لو ما فيش انترنت او تكنولوجي قوي كان مش هيبقى في اصلا يعني. التكنولوجي هو اللي اخترع الاوتلت ده، لدرجه انه كانوا في فتره من الفترات المصنعين والناس واللي يقول لك هو انتوا بتوع الاونلاين. ما احنا بتوع الاونلاين. لا ده هي كل حاجه ما في يعني مش مجرد حاجه اوبشن او حاجه ظريفه انك تعملها، ده كور. ايه اللي كان ناقص زي خلاك تروح تجربه شارك تانك؟ عشان تكبر وتستغل الفرصة اللي موجودة من فروقات أسعار وحاجات زي كده، والخبرة اللي بقت عند اللي موجودين والتيم والمصنع والصناعة والكلام ده، يقدروا ينتجوا أكتر فيقدر زي يكبر. ولكن ما كانش ساعتها في القدرات المالية للشركة إنها تكبر بالدرجة اللي تسكيل بيها. تسأل حتى انت ليه ما تروحش؟ طب ما ممكن اروح. طب هروح اعمل ايه؟ هقول ايه؟ طب افرض حصل ايه؟ انا برضو يعني متجوز وفي اطفال وعيله، فبرضو لو حصل فاهم قصدي فتحت هناك يعني ولا حد حاجات كده بقى بتقعد تيجي في دماغك. بس خلاص انت يعني توكلت على الله، لان انت عارف انه داخليا ده الصح للشركه. بس اجتهدت جامد قوي ان انا ازاي ابين شركتي بالصوره المظبوطه. وان ابين ان انا الشركه دي
ولا هتكون ولا كانت بسببي انا جزء من مجموعه كبير. مؤمنه انه مصريين يقدروا، وهي كولكتيف يعني، هي مصنعين وعمال وتيم وموضوع كبير. فكنت حابب كمان داخليا انه ادي للناس دي ريكوجنيشن يعني. يا جماعه بسبب الناس دي كلها وحصل، وهو مصري وهو بني ادمين مصريين وكلنا يعني بنعمل حاجه بنحبها وذاتس ات. وكنت رايح حاطط سيناريو في دماغك او متخيل حاجه معينه ممكن تحصل، شارك معين عايز يخش معاك؟ طبعا ايه التصور اللي كان لدرجه ان انا كنت شويه غريب انه لما كنت بيعملوا لي انترفيوز باك ستيج وبتاع اقول لهم انا عايز كذا، يقولوا لي لا بس ما ينفعش، بس عشان يا عم انا جاي عايز. مين الكذا ده كان؟ باشمهندس احمد طارق. فعلا. انت قلت كده اصلا في البيتش؟ قلتها جوه كمان. أيوة. بس قلتها باك ستيج على طول يعني. ليه احمد طارق؟ ليه كنت عايز احمد طارق؟ مش طبعا كل الشاركس كويسين وحبايبنا وكل حاجه، بس انا ايموشنلي من ساعه ما كنت بشوف البرنامج وحاسس ان هو ايموشنال نمبر 1، مختلف نمبر 2، عاملها وعاملها كتير يعني، في كده اجريشن لفكره انك مش عايز اقول عصام، مش النقطه دي، بس بيساعد بالقلب كده، في قلب في الموضوع. انا شويه في حته البيزنس، طبعا بيزنس كل الكلام ده، بس لا الايموشنز والانرجي بتساعدك على النمو بسرعه، وبيحسب بسرعه قوي يعني. في شويه حاجات كده انا بالنسبه لي كانت بادماير. دخلت البيتش، التجربه كلها، عايزك تحكي لي عن لحظه خروجك من البيتش من قدام الشاركس كلهم بعد اتفاقك مع احمد طارق. هي كانت فيها شويه ادرينالين جامد قوي كده، مش عارف انا ما كنتش فاهمه يعني، او ما حصليش قبل كده، لان انا ما لعبتش مثلا اللي هو نط من فوق الطياره، بس هي الظاهر حاجه بتبقى انت في ليفل من الادرينالين عالي جدا طبعا. ما بتبقاش متخيل هم هيقولوا ايه، بس لما لايف بقى بيقولوا لك هم بيتكلموا بصدق، بينصحوك حقيقي، ولكن تركيبة البرنامج ان انت عايز توصل لهدف معين. فطبعا ميكس اوف فيلينجز كبيرة. وباشمهندس احمد حس ان انا برضو محتاج كده، فطلع برضو واداني وللتيم وبتاع حطينا منترنج على التراك يعني، انه تمام انت اخدت ديل يعني، خلاص يعني خلاص اهدى. عايز اتكلم من اللحظه دي للحظه اللي احنا قاعدين فيها النهارده، قرب السنه حصل حاجات كتير قوي ده على الارض بقى الحمد لله يعني. بس هي ولا في الاحلام، في امل كبير. الناس عايزه تساعد، لانه اكيد هو مش بيشتري يعني، هو بيشتريها عشان مقتنع انه عايز يساعد الشخص ده والتيم اللي معاه والعلامه المصريه، فبتدي لك بوست بخلاف الارقام. طبعا ارقام الحمد لله قويه جدا، بس فاليديشن ان اللي انت بالظبط. فدي مسؤوليه انك يبقى معاك ربنا يوفقك في شارك يقدر يدي لك الجايدنس وخبرته في مواقف زي دي، خبرته في انك ازاي تستراكتشر وتحول الشركة من حتة معينة وتتدرج لحتة تانية، انه في امل، انه اكبر واكبر بسرعة. حاجات كتير قوي غيرت مفاهيمي ودماغي عن البيزنس. ممكن كنت اقعد 30 سنة ومش شرط ان انا اعرفها. زي فين النهاردة؟ زي بعد سنة من شارك تانك، شايف زي ازاي النهاردة؟ زي الحمد لله بكبر حجمه اضعاف ما كان في شارك تانك. فزي ما انت كنت بتقول التكنولوجي احنا بنستثمر فيها بقوه. ازاي بقى؟ عايزك برضو تشرح لي شويه how did you take this to the next level حتى في التكنولوجي. انت اي كوميرس بلاتفورم وبراند مبني على الاونلاين. انتوا عندكم your own اي كوميرس بلاتفورم ولا بتشتغل you have your own؟ دلوقتي بيتطور من خلال انه في معانا مستثمرين عندهم الاكسسبيليتي، انه يفهمك انه بقى في حاجه اسمها داتا وازاي تستعمل الداتا، بقى في حاجه اسمها اي اي وازاي الاي اي ده انت لازم تبتدي تنتروديوس وتستفيد منه بعدين لما تبتدي تلم ده. بتشتغل بده في مصر؟ الحاجات دي كلها موجوده في مصر وبشباب مصريين وسنهم مش كبير، وبتلاقي الكاليبرز دي وبتعرف توصل لها. موجودين شركات وعاملين شركات وبتكومينيكيت معاهم. ممكن اكون طبعا بسبب شارك تانك والاكسسبيليتي اللي دي بقت موجوده عرفتهم، بس اصلا انا لما عرفتهم اللي هو مش مصدق هو ده في الناس دي موجودين في مصر. كل حاجه في كل حاجه في مصر. انا عايز ازود حاجه كمان التيم
انك تسكاوت ناس وتبتدي تكبر التيمز وتكبر الديبارتمنتس وحاجات ما بقتش عندك بقت عندك كول سنتر افتر سيلز سيرفيس. فاحنا شغالين عليه واحنا باراليل لشغلكم الحالي. ما هي دي بقى اللي انا كنت بقول لك عليها. انت بيبقى حد بيقدر يجايد يو انك ازاي تعمل كذا حاجه. انا لما انا ما كنتش فاهم انه ممكن حد يعمل اصلا 15 حاجه، بس لما شفت الشمس احمد هو بيعمل 50 حاجه فلقيت انه ال 15 دي يعني موضوع مش عايزه يعني ابقى زياده، بس دي حقيقه. اوكي. تقدر لو حطيت في دماغك وتقدر تعمل حاجه احسن من اللي موجود بس حط بقى قلبك وافضل اعملها كل يوم الصبح، اصحى نام اعملها، اصحى نام اعملها، وده اللي انا بعمله يعني. مش نور بشكرك وفرحان بقصة النجاح المصرية لبراند قوي، وعارف انك هتوصل بيها لحتة ابعد من كده بكتير كمان ان شاء الله. هنرجع نقعد معاك تاني مع باشمهندس احمد ونشوف السنة دي حصل فيها ايه. ناس كتير قوي بتبقى بتسأل ايه اللي حصل للكونتستنتس دي بعد ما الشاركس دخلت، فبتبقى عايزة تعرف راحوا فين، حصل ايه، كبروا ازاي. فعايزين نعمل انترفيو معاكم انتوا الاثنين. بشكرك على اللقاء دلوقتي وهشوفك تاني كمان شوية. دلوقتي احنا كنا قاعدين مع نور وقعد يشكر فيك ويقول كلام والراجل ومش مصدق ودخل وما اعرفش ايه. فمش هقعد اكرر الكلام، بس قولي انت كنت بتقولي ايه على احمد، وشايف التجربه بتاعتك بعد سنه من ساعتها عامله ازاي؟ في الاول كنت حاسها حلم كده وحد يفوقك منها، وبعد كده بتكتشف انها حقيقه، فلازم تعيشها وتركز فيها وتستفيد منها. انك تقابل حد يقدر يظبط المايند سيت بتاعتك ويدي لك بحب خبرات زي ما قلت لك، ممكن عشان تقدر توصل لها او تفهمها سنين وممكن ما توصل لها. انا دافع له فلوس يقول الكلام ده. ايه رايك في نور؟ قول لي شفت فيه ايه اللي خلاك تخش معاه وتبليف في الراجل ده؟ راجل won't turn you down, tough skin, جلده تقيل، جلده سميك، يعتمد عليه، believer. فالبليفر ده اما حد بيجي يحبطه ولا اي حاجه ما بيحبطش. شايف التجربه بعد سنه عامله ازاي؟ هل اللي كنت متخيله او اللي شايفه اتحقق مع نور؟ شايفه ضايع، ما عملش حاجه انف. I'm an extremist، ما بقولش حاجه حلوه، فمش هقول له حاجه حلوه على البتاعه دي خالص. لو انت اكستراوردينري عملت اكستراوردينري عادي، يعني اقول لك ليه. لو انا قلت لك قعدت اقول لك اكستراوردينري تخاف، لانه ده معناها ان انت you're an ordinary person، بس عملت extraordinary event فاقتنع بيها، بطل يقول لي انا مش عايز. بس بحب اسمع القصه كذا مره عشان اسمع بس extraordinary. لا، لانه في حاجات مش يعني لو حد اتعلم الطبطبه كتير هيكمل الطبطبه كتير. Was it worth the investment؟ النهارده لما بتفكر بعد سنه you made the right investment. I made the investment in Noor, not in the brand. Not in the brand. Yeah, true. I really did. Actually انا ونور بنعمل كذا حاجه غير البراند تعزيز. كنت لسه اسالك عليها. عجبك موضوع الفاشن؟ عجبني الموضوع بتاع انه في هيدن تالنتس لو اتلمت مع بعضها وحصل لها كونسوليديشن وحطوا على بلاتفورم واحد ممكن يعملوا حاجه كويسه جدا 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 جدا، واذا لو هانجينج فروت وممكن تحصل بطريقه في منتهى السهوله، في منتهى السهوله. وذير از فوليوم جيم بيتلعب ومنتورنج جيم وحاجات ممكن تعمل سكسس ستوريز بيها. هتعمل ده ازاي؟ بتجمع اوريدي بيحصل، اوريدي نعمله ازاي؟ بنسكاوت التالنتس ونسكاوت الناس اللي هم يركبوا على بعض. ده بتعرف ايه تعمل ايه كويس، وانت بتعرف تعمل ايه كويس، وانت تعرف تعمل ايه كويس. and it's an experience going forward. بتقعد تبنيها ناس. the lump sum في الاخر بتبقى positive مش negative دايما، وبتبقى a good experience وبتكبر فوليوم، بتكبر، واول ما تكبر فوليوم بتبدا تبقى عندك ماسلز اكتر والكلام ده اقوى وتاثير عامل ازاي. سستينبل ايكو سيستم يبتدي بالبراندز طبعا ويكمل انه يبقى سستينبل ايكو سيستم يقدر يبقى ليه تأثير وفي نفس الوقت يعلم ناس بحيث انه اللي جاي بعد كده يقدر يشتغل اسرع، يكبر اسرع، يبقى ماتش مور افكتيف، وما يضيعش وقته في حاجات ممكن تلهيه عن ان هو عن اللي هو عايز يعمله. والتركيبه وطريقه الفكر والحاجات دي ممكن انا كنت ابليف فيها بس ما اعرفش اركبها ازاي. فلما يبقى في حد باكسبيرينس بمنتورنج بعرفها وبيبسطها لك، مع انها مش بسيطه على فكره في الجيرني اللي احنا فيها دلوقتي، ولا هتبقى بسيطه قدام، بس بيفضل يزق يزق يزق
انه ده عادي. فانا بقيت عادي، انا بقولها لك عادي مع انها مش عادي، بس بقولها لك عادي وشايف انها هتحصل. You believed in it. ده حصل لما تعاونتوا فالفكره طلعت بهذا الشكل. something that evolved as you بتجيب go. بقى حد فاشن براندز ديفرنت 4 5 أو 6 فاشن براندز وشنط مش عارف ايه، بتجيب بقى برودكت ناس بتوع ماركتنج، شركه ماركتنج بتخش فيها وشركه بتاعه ديجيتال ماركتنج وبرفورمانس ماركتنج بتخش فيها، وبعدين بتخش في هنا فبتعمل ايكو سيستم حواليها. بتخدمهم مثلا، عندك فيزيكال سبيسز بتخدمهم، عندك ناس بتوع اي عندك مدارس بتعمل لهم اليونيفورم فبتشجعهم ياخدوا فوليوم فيبقى عندهم محاضرات اكتر، وهنا عندك عيادات بتشجعهم ياخدوا يعني ايكو سيستم ذات يو بيلد. هيهمني قوي السنه دي بيوند تانك ان احنا نوري قصص ناس من السنين اللي فاتت ودخول الشاركس معاهم فرق معاهم قد ايه، والبيزنس دي كبرت قد ايه. فمبسوط بهذا النموذج في اول حلقه، بتمنى لكم التوفيق. انا مبسوط جدا برضه بالنموذج ده، انا اتمنى انه يحصل زيه كتير لانه بيدي امل في طبعا ده اللي بنحاول نعمله اللي انت يعني في الناس عامه. فانا حابب اكون جزء من ان انا ادي امل للناس وكله يطلع ده بليفر بقى. شوف يس اتمنى نبقى قدرنا نعمل كده فعلا وادينا شويه امل للشباب والافكار والناس اللي عايزه تعمل حاجات مختلفه. ويبقى في بتاع 30 40 باشمهندس احمد عشان نقدر برضه، يعني هو مش هيقدر يستحمل كله. شكرا ليكم، ميرسي، بتمنى لكم التوفيق وشكرا على الحلقه الحلوه دي. شكرا. ثانك يو مسيون. ثانك يو حبيبي. ثانك يو سو ماتش.